اكتر سؤال بتسأله حرفيا، والسؤال ده بيتسأل بصيغ مختلفة وبطرق كتيرة قوي، وكلها بتدور حول الفايدة وازاي احسب الفايدة والارباح على منتجات البنوك الكتيرة قوي والمتنوعة. والدافع ورا النوع ده من الاسئلة هو ان الناس فعلا بتبقى محتارة بجد، وبتبقى عايزة تاخد القرار الصحيح اللي يحافظ لهم على فلوسهم ومدخراتهم. في الحلقة دي ان شاء الله هتلاقي الاجابة الواضحة والمختصرة واللي هتجاوبك على اكتر من 90% من الاسئلة، زي ايه الفرق بين انواع الفايدة، وازاي احسب كل نوع، وايه الافضل بالنسبة لي، واسئلة تانية كتير. وهتمسك الآلة الحاسبة وتحسب بنفسك زي البنك بالظبط. جاهزين؟ ورقة وقلم وافتح تطبيق الآلة الحاسبة على الموبايل ويلا بينا. من ضمن المواقف اللي استوقفتني فعلا وخلتني احس انه لازم يكون عند الناس دي فعلا خبرة مناسبة ولو حتى بسيطة، بس تخليهم يعرفوا يتعاملوا بوعي وبأمان مع البنوك، هو الموقف اللي حصل مع واحد كان معاه 400 ألف جنيه وقرر يستثمرهم. وبدأ يسأل نفسه، أحطهم في البنك شهادة ولا وديعة، عائد شهري ولا سنوي، فايدة بسيطة ولا مركبة؟ هو بالفعل راجل متعلم ومعاه مؤهل عالي بالمناسبة، وعمره ما حس إنه فعلا ما عندوش معلومات كافية إنه يستثمر فلوسه حتى بأبسط الطرق. بس لما دخل البنك وبدأ الموظف يعرض عليه المنتجات والأرقام والمصطلحات، بدأ يحس بالحيرة. كان فاكر إنه فاهم، لكن أول ما سمع كلمات زي عائد تراكمي، فايدة متغيرة، شهادة ذات دورية صرف نصف سنوية، حس إن في عالم كامل هو مش جزء منه. ساعتها اتكسف يسأل واستحى يقول أنا مش فاهم يعني إيه الكلام ده، اتكسف يقول اشرح لي من الأول، فاستأذن ومشي. الموقف ده حصل فعلا، ويمكن بيحصل مع ناس كتير كل يوم، وعشان كده هنتكلم النهاردة بمنتهى البساطة عن موضوع أنواع الفايدة وإزاي نحسب كل نوع ببساطة. الفايدة البنكية ببساطة هي المكسب اللي بتحققه من وديعة أو شهادة أو حساب توفير بتحطه في البنك. يعني أنت بتديهم فلوس وهم بيرجعوها لك ومعاها زيادة. بس السؤال، الزيادة دي بتتحسب إزاي؟ هنا بيجي دور أنواع الفوائد. في 3 أنواع رئيسية من الفوائد البنكية: فايدة بسيطة، وفايدة مركبة، وفايدة متغيرة. والفايدة البسيطة في منها نوعين برضو، ثابتة ومتناقصة. الثابتة بيستخدمها البنك في عمليات الإيداع، يعني لما حضرتك بتحط فلوسك في البنك، وديعة، شهادة، حساب توفير. أما المتناقصة فدي البنك بيستخدمها لما حضرتك بتاخد قرض من البنك. هنتكلم إن شاء الله في الحلقة دي عن الثابتة، وهنأجل المتناقصة للحلقة الجاية عشان دي موضوع تاني لوحدها. ببساطة كده، الفايدة البسيطة دي فايدة بتتحسب على المبلغ الأصلي اللي حضرتك حطيته، مش على أي زيادة بتحصل عليه. يعني لو فرضنا إن حضرتك حطيت وديعة في البنك بمبلغ 10,000 جنيه لمدة 3 سنين، وكان سعر الفايدة 10% ثابتة، فلما يجي البنك يحسب لك الفايدة بتاعت أول سنة، هيحسب لك على المبلغ اللي أنت حطيته وهو 10,000 جنيه. يعني 10,000 جنيه في 10% يبقى هيطلع لك 1000 جنيه. طيب وتاني تاني سنة البنك هيحسب الفايدة برضو على أصل المبلغ وهو 10,000 جنيه، وتالت سنة برضو هيحسبها على أصل المبلغ. معنى كده إنك هتاخد مبلغ ثابت كل سنة وهو 1000 جنيه، سواء حطيت المبلغ ده سنة أو حتى سنتين أو 3 سنين أو حتى 10 سنين، برضو هتفضل تاخد نفس المبلغ اللي هو 1000 جنيه. ليه؟ هقولك لأن الفايدة بتتحسب كل مرة على أصل المبلغ اللي انت حطيته، يعني مبلغ الأصل اللي هو 10,000 جنيه، وهي دي باختصار الفايدة البسيطة. نيجي لتاني نوع وهو الفايدة المركبة أو التراكمية. هنا بقى السحر الحقيقي. ليه؟ هقولك لأن الفايدة هنا مش بتتحسب على أصل المبلغ اللي أنت حطيته وبس، لا، ده كمان بتتحسب على الفايدة اللي كسبتها. يعني لو حطيت نفس 10,000 جنيه لمدة 3 سنين بس بفايدة مركبة، الوضع هيختلف. إزاي؟ تعالوا نشوف. لما يجي البنك يحسب لك الفايدة بتاعت أول سنة، هيحسبها على أصل المبلغ اللي أنت حطيته وهو 10,000 جنيه. يعني أول سنة هيطلع لك 1000 جنيه، يعني بعد مرور سنة هيبقى ليك عند البنك 11,000 جنيه. أما بقى في تاني سنة مش هيحسب لك على أصل المبلغ وبس، ده كمان هيحسب لك على الفايدة اللي كسبتها. يعني الفايدة هتتحسب على 10,000 جنيه زائد 1000 جنيه الأرباح، يعني الفايدة هتبقى 11,000 جنيه في 10%، يبقى فايدة السنة التانية 1100 جنيه. يعني بعد مرور سنتين هيبقى ليك عند البنك 11,000 جنيه بتاعت السنة الأولى زائد 1100 جنيه أرباح السنة
السنة التانية، يعني 12100 جنيه. طيب والسنة التالتة برضه نفس الفكرة، هيحسب لك الفايدة على أصل المبلغ الجديد اللي هو 12100 جنيه، يعني فايدة تالت سنة هتساوي 12100 في 10%، يبقى هيطلع لك 1210. يعني في نهاية السنة التالتة هيبقى ليك عند البنك ال 12100 بتوع السنة التانية زائد 1210 فايدة السنة التالتة، يعني عائد الثلاث سنين هيبقى 13310. طيب وانا كل ما اجي احسب الفايدة هقعد اجمع كده شهر بشهر وسنة بسنة ولا ايه؟ الإجابة طبعا لا. في طرق بسيطة جدا عبارة عن معادلة بنحسب بيها الفايدة والعائد على طول من غير ما نقعد نجمع ولا نعمل الكلام ده كله، ولكن انا حبيت انك تفهم كل نوع بيشتغل ازاي عشان لما تيجي تطبق تبقى فاهم وعارف انت بتطبق على ايه بالظبط، وفاهم نوع الفايدة ده بيشتغل ازاي. هعرفك على طرق سهلة جدا، ولكن بعد ما نتعرف على النوع الثالث من انواع الفوائد. تالت نوع من انواع الفايدة اسمه الفايدة المتغيرة، ودي نقدر نقول عليها انها زي المزاج، يعني بتتغير على حسب ظروف السوق او قرار البنك المركزي. يعني ممكن تبدأ ب 18% والسنة الجاية تنزل ل 17% او تزيد وتبقى 18.5 مثلا. المهم ان البنك بيحسب الفايدة بتاعت الفترة على حسب سعر الفايدة الحالي، يعني انت ونصيبك، وده عكس الفايدة البسيطة اللي بيفضل فيها سعر الفايدة ثابت طول المدة. قبل ما نتعرف مع بعض على طريقة حساب كل نوع من أنواع الفايدة بأمثلة عملية، لازم نعرف عناصر الفايدة اللي هنستخدمها في معادلة الفايدة. أول عنصر معانا هو الأصل أو رأس المال، وده عبارة عن المبلغ اللي هتحطه في البنك. تاني عنصر هو سعر الفايدة، وده عبارة عن النسبة المئوية اللي بيحددها البنك على المنتجات بتاعته واللي بتكون سنوية. يعني مثلا سعر الفايدة لو 10%، ده معناه إن البنك هيديلك 10% أرباح على السنة الواحدة. كذلك الأمر لو الفايدة 12 أو 15 أو 20%، كل نسب الفايدة بتبقى سنوية، يعني بتتحسب على كل سنة. ثالث عنصر وهو المدة، وده بيبقى عبارة عن المدة الزمنية اللي حضرتك سبت فيها فلوسك في البنك، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو حتى 10 سنين. رابع عنصر هو العائد، وده معناه الفلوس اللي هتكسبها لما تحط فلوسك في البنك لمدة معينة، يعني العائد على الشهر أو ال3 شهور أو ال6 شهور او السنة او غيرها. ومعنى كده انك لما تيجي تجمع الارباح اللي كسبتها طول الفترة ده بيبقى اسمه اجمالي العائد. خامس عنصر اسمه الاجمالي، وده عبارة عن اصل فلوسك اللي انت حاططها في البنك ومعاها كل الارباح اللي كسبتها خلال الفترة، يعني اجمالي العائد. دلوقتي هناخد مثال على الفايدة البسيطة، ونفرض ان انت ربطت وديعة بمبلغ 100,000 جنيه لمدة 3 سنين، وكان سعر الفايدة 22%، وعرفت من موظف البنك انها فايدة ثابتة، وكمان قال لك ان دورية صرف العائد كل 3 شهور. وخليني اوضح لك حاجة بسيطة، اننا لما بنقول فايدة بسيطة هنشوف لو كانت على ودائع وشهادات هتبقى فايدة بسيطة ثابتة، اما لو على قروض هتبقى متناقصة. المهم دلوقتي احنا عايزين نعرف هيطلع لي ارباح قد ايه في السنة الواحدة، وهيطلع لي ارباح قد ايه طول فترة ال3 سنين، والعائد اللي هينزل لي كل 3 شهور ده كام بالظبط. اول حاجة ارباح السنة الواحدة بتساوي اصل المبلغ في سعر الفايدة، يعني 100,000 في 22%، هيبقى أرباح السنة 22,000 جنيه. طيب عايز أعرف أرباحي كلها في ال3 سنين، يبقى هنزود عنصر المدة في المعادلة بتاعتنا، يعني العائد الكلي بيساوي أصل المبلغ في سعر الفايدة في المدة، هيبقى 100,000 جنيه في 22% في 3 سنوات، هيطلع العائد الكلي بيساوي 66,000 جنيه. يبقى إذن معادلة حساب العائد طبقا للفايدة البسيطة عبارة عن العائد بيساوي أصل المبلغ في سعر الفايدة في المدة، ودي المعادلة الأساسية اللي هنستخدمها في حساب أي حاجة تخص الفايدة البسيطة. طيب إحنا عايزين نعرف العائد اللي هينزل كل 3 شهور زي موظف البنك ما قال لنا، دي برضه هنحسبها من المعادلة. إزاي؟ تعالوا نطبق على المعادلة. إحنا قلنا إن العائد بيساوي أصل المبلغ في سعر الفايدة في المدة. طيب أصل المبلغ 100,000 جنيه، سعر الفايدة 22%،
20%. طيب المدة كام؟ احنا قلنا ان سعر الفايدة ده سنوي، تمام. طيب احنا عايزين نحسب على 3 شهور بس. دي حاجة بسيطة جدا، هنحول المدة من سنوي الى شهري. ازاي؟ هنعمل شرطة كسر كده صغيرة عبارة عن بسط ومقام. احنا عايزين نحسب على اساس 3 شهور، يبقى هنحط في البسط 3 شهور. طيب وتحت هنحط كام؟ هي السنة فيها كام شهر؟ هتقول لي 12، يبقى هنحط 12. يعني ال3 شهور دول بالنسبة للسنة بيساووا 3 على 12. تعالوا بقى نحسب على الآلة الحاسبة ونطلع الناتج. يبقى العائد كل 3 شهور هيكون 5500 جنيه. هناخد مثال تاني بس على الفايدة المركبة. ولنفرض ان حضرتك رحت لأي بنك زي بنك كيو ان بي مثلا، والموظف قال لك احنا عندنا شهادات استثمار كويسة جدا، فانت حبيت تستفسر اكتر، فقال لك عندنا شهادة بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر فايدة 8% تراكمي. فحضرتك حبيت تعرف دي مناسبة ليك ولا لا، وعلى طول رحت مطلع تليفونك وفتحت تطبيق الآلة الحاسبة علشان تحسب العائد بتاعك هيكون كام بعد ال3 سنين دول لو انت اشتريت 100 شهادة. لان حضرتك كنت عارف قبل كده ازاي تحسب العائد على الفايدة التراكمية بالمعادلة اللي هنشرحها دلوقتي، واللي هي عبارة عن الإجمالي بيساوي أصل المبلغ في 1 زائد سعر الفايدة مرفوعين لأس المدة. أصل المبلغ طبعا هيساوي 100,000 جنيه لأنك هتشتري 100 شهادة والشهادة الواحدة ب1000 جنيه. يعني الإجمالي بتاع ال3 سنوات هيساوي 100,000 جنيه في 1 زائد 8% أس 3 هيساوي 125,971 و20 قرش. يعني أرباح ال3 سنين هتبقى 25,971 و20 قرش. طيب لو حبينا نتأكد ان الرقم اللي طلعت المعادلة ده مظبوط ولا لا، مبلغ الأصل طبعا 100,000 جنيه، لأن زي ما قلنا انك هتشتري 100 شهادة والشهادة الواحدة ب1000 جنيه. يبقى عائد أول سنة هيكون 100,000 جنيه في 8% هيساوي 8000 جنيه. بالنسبة لتاني سنة العائد بتاعها هيساوي 108,000 في 8% هيساوي 8640. أما عائد تالت سنة هيساوي 116,640 في 8% هيطلع 9331 و20 قرش. نيجي بقى نجمع العائد بتاع ال3 سنين، هيبقى 8000 زائد 8640 زائد 9331 و20 قرش هيساوي 25,971 و20 قرش. كده يبقى المعادلة بتاعتنا مظبوطة. أما بقى بالنسبة لآخر نوع وهو الفايدة المتغيرة، لو فرضنا إنك ربطت وديعة بمبلغ 100,000 جنيه لمدة 3 سنوات وكان سعر الفايدة 22% فايدة متغيرة، فلما تيجي تحسب أرباح السنة الأولى هتبقى 100,000 جنيه في 22% هتساوي 22,000 جنيه. طيب في السنة التانية إيه اللي هيحصل؟ لو سعر الفايدة زي ما هو هيبقى العائد زي ما هو 22,000 جنيه. أما بقى لو زاد أو قل فهيتحسب على أساس سعر الفايدة الجديد. فلو فرضنا إنها بقت 23% مثلا هيبقى عائد السنة التانية 23,000 جنيه. ولو فرضنا إنها نزلت في السنة التالتة ل20% هيبقى عائد السنة التالتة 20,000 جنيه. الخلاصة إن سعر الفايدة بيبقى مرتبط بالمنتج اللي البنك أعلن عنه، وحضرتك بتختار على حسب المنتجات دي. طيب أي نوع فايدة هو الأفضل؟ ده بيتحدد على حسب عدة عوامل أنت اللي بتحددها. أهمها هي أنت محتاج الفلوس دي إمتى بالظبط، وإيه الغرض اللي أنت عايزه تحديدا. فلو بتحب الأمان والثبات يبقى الفايدة البسيطة، ولو هدفك تعظيم الأرباح على المدى الطويل يبقى الفايدة المركبة، ولو بتحب تمشي ورا السوق وتغامر شوية يبقى خليك في الفايدة المتغيرة. إن شاء الله هيكون في حلقات أكتر عن الشهادات والودائع، وإزاي تختار الأنسب وتتجنب المخاطر، وإزاي تستثمر في البنك بمهارة وذكاء. لو عايزين نتكلم عن مواضيع محددة أو نوضح نقطة معينة اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله هنرد عليكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.